ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو بقى ايه؟ عبارة عن اكل سريع، غدا سريع. جو حر، ما بقناش نعمل اكل زي الاول، الجو مش محتاج يعني. قلنا نعمل حاجة سريعة وسهلة في نفس الوقت، ما تاخدش مننا وقت. يعني الاكلة دي ما خدتش مني نص ساعة، بس طعمها حلو قوي. يا رب الوصفة النهارده تعجبكم. كمان عملنا حاجة حلوة رغم الجو حر وشغلنا الفرن. عملنا بطاطا. يا رب تعجبكم. واقول لك طبعا انت تعرفي ازاي الحلو من الوحشه، يعني اللي هي المسكره واللي هي مش حلوه. تابعي بس معايا الفيديو للاخر وتعرفي كل حاجه. بصي عشان تعرفي البطاطا الحلوه من الوحشه، بصي من جوه بتبقى لونها عامل زي الاورانج البرتقاني كده. ده اللي هي بتبقى مسكره. لو هي فاتحه بيضه من جوه بتبقى مسخه. ده الفرق. يلا بقى حط اللايك واشتركي معايا في القناه لو لسه مشتركتيش. يا رب الفيديو يعجبكم. انا حبيت اوريها لك ازاي مستويه معايا، ما خدتش معايا نص ساعه في الفرن. بصي بقى، دخلت انا الخلطه دي على فكره عاملاها قبل كده عندي في القناه. لو عايز تعرفي بالتفاصيل بالظبط ايه هي، خشي عندي كده وشوفي الفيديو، تابعيني وشوفي احنا عاملين فيها ايه الخلطه دي ازاي. انا جبت البتنجان بعد ما غسلته فتحته. بحط فيه الخلطه ديت وبرصه في الحله او في طاسه عادي زي ما انت تحبي يعني. بس كده زي ما انت شايفه، وبحط على البوتاجاز. بس طعمه بيبقى تحفه. طعمه بجد حلو قوي، يمشي معاكي فطار، غدا سريع زي ما انا عامله، عشاء. يعني هو ما بيجيبش حرقان على المعدة ولا أي حاجة. حط شوية بس سكر على القوطة، عشان ما تعملش حرقان في المعدة وكده. صدقيني الوصفة دي هتعجبك، جربي مش تندمي. يمشي معاكي أي بتنجان بس مش رومي، أي بتنجان تاني، الأسود الأبيض، اللي هو لون ولون كده يعني. تمشي معاكي زي ما انت شايفة كده، خفيفة وسهلة وسريعة. لو وصلت معايا لغاية هنا حط بقى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ايه مشتركتيش. بصوا كده انا كده خلصت الوصفة كلها. يا دوب بقى ايه، هنحط زيت من على الوش وهنحطها على البوتاجاز. ما تحطيش اي حاجة تاني غير الزيت، هو الزيت بس، ما تحطيش مية. بصي كده، شوية زيت كده من على الوش، حبة حلوين كده لان هو اللي هيسويها. مش هنحط اي حاجة. بص عليها لما تيجي تستوي هتلاقيها منزلة مية. تابعي بس معايا الفيديو وانت هتشوفي. انا كده سايباها على النار، هغطيها واسيبها وهنشوف هنعمل ايه جنبها. انا قلت هحمر بقى يعني بطاطس جنبها، مرضتش اسلقها يعني. قلت ايه احمرها احلى، تبقى لايقه معاها، تبقى طعمها حلو برضو معاها. عارفين بقى الجبنه القديمه بقى، انا عامله جبنه قديمه. حاطه لها قوطه وفلفل وزيت. بس نسيت ان انا اصور الطبق دوت بصراحه. يعني انا الاكل بتاعي كان عباره عن بتنجان بالخلطه والبطاطس المحمره والجبنه. كانت اكله متكامله. عندك بقى جرجير، حطي عيش بلدي طازة كده يعني. بصوا الأكلة حلوة قوي. ولا تقولي بقى نقف نعمل لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده، جو حر. زي ما انت شايفة كده أنا هقطع البطاطس دلوقتي عشان نحطها بقى معاها البتنجان تستوي. يعني نحطها في الطاسة. بصوا أنا كده غسلتها، بحب أغسلها قبل ما أقطعها. بصوا أنا عندي طريقتين بقطع بيهم البطاطس، زي ما هي كده في كف إيديا كده زيها كلها كده. وأقطعها كده تطلع متساوية معايا، كله سوا واحد. يا اما بقطعها حلقات وارجع اقطع صوابع. فيعني اللي انت عايزاه اعمليه، بس انا بالنسبه لي اسرع حاجه الاولانيه، تبقى حلوه وبتنجز. زي ما انت شايفه كده بقى نحمرها وتبقى كده الغدا بتاعنا جاهز. ما خدش معانا وقت ولا اي حاجه ولا مجهود في الحر اللي احنا فيه دوت. قولي لي بقى انت بتتابعيني منين؟ يعني انت من انهي بلد؟ يعني حابه اعرف كده، اكتبي لي في الكومنتات عندي انت منين وبتعملي ايه في الغدا السريع عندك. يعني لو انت مش ناويه تقفي في المطبخ، يعني حابين نشارك بعضينا يعني.
انا كده خلصت البطاطس بتاعتي، هغسلها شطفة سريعة، كده كده هغسلها، وهنحطها في الزيت وخلاص. بصي بقى، حبيت اوريكي بقى البتنجان. بصي نزل ميه ازاي، الخضار اللي فيه نزل ميه والبتنجان كله نزل ميه. هيستوي جواه لغايه ما يتشرب كل الميه ديت. عايزه اقول لك بصي الميه قد ايه جواه، احنا ما حطيناش اي حاجه غير شويه زيت. بس هو يستوي بقى منه فيه بجد. البتنجان ده تحفه. اتحداكي لو انت تعرفي الطريقه ديت، ولو انت تعرفي الطريقه دي ابعتيلي وقولي انا اعرف الطريقه ديت. هنا نحمر شويه بطاطس زي ما قلت لك. وهنا البطاطا بقى، بصي بقى البطاطا، بصي عشان تعرفيها. بصي من جوه لونها بيبقى عامل ازاي، مش ابيض، لونها لون اورنج. يعني لما تجيبيها ما تجيبهاش من جوه بيضه. وبقول لك ان انا هنا بقى ايه، في طريقتين. يا اما هسويها على البوتاجاز من فوق مع نفسها كده في حله كبيره، واغطيها واحط عليها شويه سكر زي ما هي بقشرها. تطلع معاكي تحفه زي الفل، وبتستوي معاكي اسرع كمان من الفرن. يا اما بحطها في الفرن. فعندك طريقتين. هي هنا مش باين معانا اللون الاورنج عشان مش عارفه الكاميرا مش مبيناها، بس هنا باينه اهي لما انا سبتها. فهي دي اللي تطلع معاكي مسكره. انا حطيتها هنا في النار. بصوا بقى عشان تستوي معاكي سريع، ما تحطيش الصاجة هي على الشبكة منها للنار كده، هي في النص، وتولعي من تحت بس وتقلبي فيها، مش هتاخد معاكي نص ساعة. هنا بقى كان الأكل خلاص خلص معايا. طلعت، بصي البتنجانة طالعة سليمة زي ما هي، مش مهرية في نفس الوقت زبدة. يلا بقى، عايزاكي بقى تجربي الطريقة بتاعت البتنجان ديت وتقولي لي ايه رأيك فيها. كده خلاص انا خلصت. حاجة سريعة اهيت. انجزت معايا بسرعة اليوم. ما قعدتش في المطبخ كتير. يلا بقى حط لنا بقى اللايك بتاعك واشتراك في القناة. عايزة اعرف انت بتعمليها ازاي الاكلة ديت، ولو انت متعرفهاش حط لنا بقى اللايك واشترك معانا. بصوا بقى شكلها حلو ازاي، شكلها تحفة، وطعمها كمان بصوا اجمل من شكلها. طعمها حلو قوي. عايزاكي بقى تخشي على الفيديو عندي في القناة، انا عاملة بالتفاصيل الخلطة ديت. فاعرفي بالتفاصيل يعني بالظبط يعني انا حطيت ايه. عشان بصوا الخلطة دي ما بتاخدش حاجة، يعني عشان انت ما تحطيش حاجة زيادة تغير طعمها. كده انا خلصت الاكل بتاعي، حطيت شوية الملح على البطاطس. انا كده خلاص الغدا بتاعي جاهز. نسيت بس اصور بس ايه الجبنة اللي قلت لك عليها. والبطاطا. يا دوبك خلصت الاكل بتاعي كانت البطاطا استوت ومنها اتغدوا وكلوا الحاجة الحلوة كمان. فما خدتش معايا اي وقت، زي ما قلت لك كده حطيها على الشبكة ما تحطهاش على الصاجة. بصي طرية جدا مش مستحملة الشوكة. هلا بقى مستنية تعليق منك على الغدا السريع بتاعي. وقولي انك تعملي ايه برضو. المرة الجاية بقى انا اقول لكم هعمل بطاطا بطريقة تانية. انا هعملها بقى في الحلة واقول لك تسويها ازاي في الحلة وتطلع معاكي بصوا تحفة. يا رب الاكل النهاردة يعجبكم. حاجة سريعة كده في الحر اللي احنا فيه دوت. وقولوا لنا رأيكم ايه، وابعتوا لي في الكومنتات انتوا بتعملوا غدا ايه سريع. آه ومستنية تعليقاتكم. واشتركوا معايا في القناة لو لسه مشتركوش. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.